ايوا خصني نقول لكم صلاه وسلام على رسول الله، اللهم عجل علي. المهم خصنا نصغرتو لان الساعه رجعت الحمد لله، ولكن بزاف الناس اللي عندهم اراء مختلفه على رجوع الساعه. علاش رجعت الساعه في هذه الوقيته هذه؟ غادي نفرح المغاربه بيان سور، لانني ما ندخلش في البؤس ونقول لكم، لان القرار فريمون كيفرح فريمون. كنتسناو المراسم باش نقول لكم راه مازال ما كاينش المراسم، مازال ما كاينش التنزيل ديال كيفاش غادي نتعاملوا مع يعني المراسم اللي عندنا هو ديال الساعه الاضافيه، واش غنرجعوا لها بشكل عادي كما رمضان. والغريب في الاشياء هو انني كنت دائما كنقول علاش كترجعونا للساعه العاديه في رمضان، كيقول قالوا دير التوقيتات ديال الصلاه، وكان من بعد رمضان ما كيكونش الصلاه، ما كيكونش التوقيتات وما كيكونش الاذان. ايوا خصني نقول لكم صلاه وسلام على رسول الله، اللهم عجل علي. المهم خصنا نصغرتو لان الساعه رجعت الحمد لله، ولكن بزاف الناس اللي عندهم اراء مختلفه على رجوع الساعه. علاش رجعت الساعه في هذه الوقيته هذه؟ المهم غادي نشوفوا جمال معتوق. كلكم كتعرفوا جمال معتوق، غادي نسمعوا اشنو قال. ولكن انا الصراحه الكلام ديالو راه ما يمكنش، راه الكلام ديالو صحيح. دابا بلا حياه بلا حشمه، هما مازال ما سالش الويله ديالهم، ودابا تيتملصوا من الاشياء اللي تبناوها هاد الخمس سنين. دابا كيتملصوا، دابا تيقول لك الا نجحنا غادي نديروا لكم الاشياء اللي حنا كنطالبوا بها وما داروهاش. دابا تيقول غادي نديروها. يعني ردوا بالكم المغاربه، ردوا بالكم. النهار هضرنا على هاد الساعه جميع المواطنين كانوا كيحتجوا، الا هذوك اللي كانوا كيطبلوا القرار العكسي. راكم عارفينهم، كل شيء كان تيتكلم على ان فيها مضره. وخرجت وزيره في البرلمان وقالت بان ممكن حنا غادي ندرسوا من بعد ما وقع ضغط، ومن بعد خرج القرار ديال ما يمكنش. هادو التزامات يعني راكم عاقلين. النهار اللي قال لك ما يمكنش، عندنا التزامات اقتصاديه، ما يمكنناش نرجعوا الساعه الحقيقيه، وخاصنا نبقاو بهذه الساعه اللي زربانه في الوقت ديالنا. ولكن حاليا كنشوفوا السي اخنوش كيقول لك بان الحمد لله كنستجبوا المطالب ديال الشعب. بعد الاستماع للطلبات ديال المواطنين، كذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت الله ودي الاغلبيه واللي كانت فيها الطلبات بانه الساعه الاضافيه يمكن تشكل واحد الاشكاليه يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات، وحنا هنا كحكومه باش نستمعوا لهم. تم اليوم الله ودي السي اخنوش، وكنتمناو ان راه حنا عندنا انتظارات على البوطه راه غلات، على الطحين راه غلا، الزيت راه غلا، المواطن الضعيف المواطن البسيط راه ما بقاش قادر انه يشري الزيت ولا يشري الطحين. المهم كنتمناو ان هذا الشيء حتى هو يتقاد قبل الانتخابات. المهم نتوما شنو بان لكم؟ علاش بالضبط الساعه رجعات والمطالب ديال المغاربه اللي شنو نقول لكم المغاربه كاملين كيفاش غنثيقوا بكم وانتم التلميذ المغربي قال لكم راه الساعه الاضافيه قلبتونا عافاكم، راه ما وليناش عارفين شكون اللي وصلنا للمدرسه، راه بابا كان كيوصل لي مع 8 واللي سمزتوا لي الساعه ولا يخرج مع 7، ما كانش حتى اللي وصلني للمدرسه. قلتوا لي اوكي غنردوا التسعود، غير دخلوا دير النيه ودارت. اتفقوا على ان الساعه ما قادينش عليها، ما قادينش على هاد الساعه اللي كتزربك. خصك تنوضي بكري، تنعسي معطله وتنوضي بكري. المهم كتحسي بالدوخه وكتحسي في النهار ديالك ما كيدوش النهار ديالك بخير. واطباء كيقول لك بان هاد الساعه هذه ما مزياناش، يعني ما صالحاش. ولكن هما قال لك لا، حنا عندنا داكشي في الاقتصاد وما يمكنناش وهذا. والله ولينا في الحكومه لا بقات ديك الساعه الاضافيه. قال لك الساعه الاضافيه، قال لك علاش قلتيو الساعه الاضافيه نتوما اللي درتيوها ودابا قلتيو غتحيدوها الا وليتيو في رئاسه الحكومه، وفرض حنا اللي درناها. حنا كحزب سياسي الا درنا واحد الحاجه وما بغاوهاش الناس، عيب الا حيدناها وما يمكنناش نرجعوها. لا سمحوا لينا ما يمكنناش. ولكن حاليا كنشوفوا استجبوا المطالب ديال المغاربه، وكنتمناو ان يرخيونا المعيشه، وكنتمناو ماشي حنا نديروا احنا المغاربه زعما ما فاهمينش. حنا المغاربه اذكى شعب في العالم هو المغاربه، يعني تجي ديرها بهم زعما حيت قربت الانتخابات كانت كدار بينا شحال هادي. اما دابا لا 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 لا, لا. اما احنا غادي ننتخبوا، ما غاديش ننتخبوا، غادي ننتخبوا، ولكن الساعه
شكرا، الله يرحم الوالدين. واخا جات معاطله واخا تاعينه، ولكن اللهم دابا ولا بلاش. ولكن المغاربه اش نقول لكم، ذكيين، المغاربه فاهمين، المغاربه واعيين. يعني واخا يجيو تا لهاد الاخر لحظه ونشوفوا الناس حنان، نشوفوهم ظريفين دراوش، حنا كنشوفوا المعيشه رخاصه عباد الله. شفنا الخضره كيفاش رخاصت، الخضره رخاصه، الفلفله 40، الدنجر 40، مطيشه 60، بطاطا 100 ريال. المهم كنشوفوا داكشي رخاص. واش هادشي حيت الانتخابات قربت ولا شي حاجه ما نعرف، ولكن كنتمناو يعني ماشي غير الخضره، كنتمناو يدوزو لنا البوطه، حيت البوطه راه كانت كتسالي في البلاصه، ودابا شتا ولات البوطه الكبيره ولات كدوز، يعني ولات كدوز الشهر. دابا البوطه كدير رخيصه. شحال هادي وقيلا كانت 30 درهم ولا 40 درهم البوطه الكبيره. دابا البوطه دايره 50 درهم. المهم 50 درهم وقيله ياكو. كنتمناو انهم ينقصوا لنا في البوطه. اما بالنسبه للثقه ديالنا، الثقه ما بقيناش كنثيقوا الصراحه الله. صافي هادشي اللي داز علينا 5 سنين ديال المعاناه، 5 سنين ديال باقا 2 ديال الاسابيع الانتخابات، مازال تشوفوا قرارات سخيه من السي عزيزه خنوش. جبتيها حتى الانتخابات قربات وديتي كتقول المطلب ديال المغاربه والاستجابه. خصك تحيدي ما تاكلي سردين، ما تاكلي خضره لانها غاليه، الزيت غالي، المعيشه غلات، البوطه كتبقاي تقتصدي عليها، ما يمكن بيدك تدوشي عليه بها، ما بيدك. المهم هادشي كامل داز علينا، ولكن دابا راه كيف ما كيقول لك الحناش كدوز عليه غير مره واحده ولا ما نعرف ايه او لا. المهم هاد المثال كاين. المهم نتوما شنو بالكم في البوطه؟ يا ربي السلامه. المهم انا اختي انا مدوخاني البوطه، راه ميمكنش اختي نعطي انا 50 درهم باش نعمر انا بوطه. 50 درهم ما كتمشي تخدم فيها، خدمي نهار ما يعطوكش 50 درهم باش انت تعمري بها بوطه واش شي حمقى. المهم الخوت ضروري تعطيوني الاراء ديالكم في هذا الشيء هذا اللي قال عزيز اخنوش، وفي هذه الساعه اللي حيد، وفي هاد الناس اللي كيقول لك علاش اختي بالضبط في هذه الوقيته هذه، علاش دابا عاد يقولوا بان المغاربه مساكن كانوا كيتسناو كانوا كينتظروا. علاش؟ ضروري تخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. بسلام عليكم وتهلاو في راسكم، وخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، والى اللقاء الى فيديو مقبل باذن الله.